السلام عليكم أعزائي المتابعين، جبنا لكم فيديو جديد. وهاي البطوط طلعت عندنا بطة وحدة وعندنا بشوشم طلعا بالفقاسة، وكنا مخلينهن ومناظر كلش حلوة والوان كلش حلوة. أعزائي المتابعين طلعا كلهن صفر، كلهن صفر طلعان. وعندنا بعد بيض مال بش بقى بالفقاسة، جاي الفقاسة تفقس يوم بعد يوم. هاي هنا هذا البط، طبعا هذا البط هاي البطة جاي تاكل هسه. هاي قربنا عليها الصورة. هاي بطة يسمونها كوبرا. شلون حلوة، كلش حلوة. طبعا هي اكبرهن، واول مرة تفقس عندنا بطة يعني اول مرة انا افقس بطوط صراحة. وهاي البشوش انا افقسن قبل، بس هاي البطة اول مرة تطلع عندنا وحدة. طبعا ذكرنا كلهم طلعن غير ملقحات، وقسم من عندهن ماتن صراحة. البط إله فالطريقة، يعني ان شاء الله بالحلقات الجايه نشرح لكم عنها. طبعا هذا بيض مال بس جاي يفقس هسه عندنا، وهاي وجبه بعده جاي تفقس. طبعا هنا شوفوا اخواني اعزائي المتابعين، شوف هاي البطه شلون حلوه، كلش حلوه. طبعا عجبتني انا شكلها، يعني ما يعني فاصل لكم في كلش حلوه يعني. عبالك يعني ماضي يعني الريش مالها في الحلو، ملمسها حلو، لونها كلش حلو. ذكرني البشوش واحدة من عندهن مصرية، هاي الكبيرة ديشة مصرية. اللي وراها هاي طلعت أول واحدة بيهن مصرية، بس شوف الحجم بين البطة والبشة. ديشة طبعا مصرية وحيدة طلعت بيهن، هاي جاي تاكل أول واحدة بيهن. ذن صغار بعدهن توهن طلعات. هاي البطة شلون حلوة أعزائي المتابعين. وإن شاء الله بالحلقة الجاية راح أصور لكم شلون راح نسبحن انتظرونا إخوان. ولا تنسونا باللايك والاشتراك دعما للقناة، وتابعونا اخواننا. احنا عندنا هواي بيض مخلين بالفقاسة، ان شاء الله جاي طلعا هسه. طلعا هاي مجموعة، وان شاء الله ذني كلهم راح نبيعهن. ليش؟ لان بعد مكان ما عندنا. وهذا بطبوط شلون حلو يخبل، بس هذا طلع عندنا الوحيد. بس البشوش لا جاي طلعنا هواي. وان شاء الله مثل ما قلت لكم راح نعلمكم طريقة شلون البط يفقس البط. يعني البط تفقيسه صعب، راد لفد شرح، وراد لفد امور ان شاء الله هم اشرح لكم اياها بالحلقات الجايه. طبعا هاي شوفوها، هاي بشة مصري. وان المصريين يسمون الوشوش بط، والبط يسمونه وز. فذيك وز كبيرة، اذا متابعينا من مصر ذيك وز. وهذا يسمونه بط. هاي طبعا طوى طالعة خطية. هاي يعني مثلا تقول اليوم طالعة، هذن لا قبلها بيوم او يومين.